تون على أوروبا، تروحون فدوى لأوروبا. أنتم ودينكم وهاي التدين هذا مالتكم الكاذب، تروحون فدوى للميركل وغير ميركل اللي احتضنت أبنائنا واحتضنت أعراض العراقيين واحتضنت شرف العراقيين هناك. أنت الآن تجي تحكي تقول أوروبا تريد تسرق طاقاتك الشبابية؟ ولا طاقاتك الشبابية؟ أنت مستثمرها طاقاتك الشباب، مستثمريها احنا، فاتحين لهم دورات، فاتحين لهم معاهد، مراكز للتطوير، فاتحين فشي شو كل الوظائف للخال وابن اخته، وانت تجيب ابنك وقرايبك وعمامك. اكو واحد الان، اتحدى واحد الان في العراق بامكانه ان يتعين بدون وساطه من كتله سياسيه. اتحداه واتحدى اكبر اللي واقف وراه. عيب، خجلتوا العالم، والله خجلتوا الناس. هسه فوق ما الناس فتحوا ابوابهم للمهاجرين العراقيين، فوق ما فتحوا ابوابهم لهم واستقبلوهم واحترمونا زين عيني، فوق يطلع لي واحد يقول والله اوروبا تريد تسرق. لك شنو تسرق؟ هاي يا طاقات شبابيه اللي تسرقها من عندك. هو تمين لك طاقات حتى تسرقها. منو شهايدك هاي المزوره الموجوده بالعراق؟ لو التعليم المتاخر من سنه 79، وين هاي الطاقات اللي عندك؟ وين الطاقات؟ سويتوا لنا انتم من 2003 لحد الان. بالله صدام كان واحد دكتاتور ومجرم، اوكي ما عندنا مشكله، ما نختلف في هذا الموضوع، بس انتم المتدينين اللي كنتوا كل صلاه الليل ودعاء كميل ودعاء السحر ودعاء ابو حمزه ودعاء الافتتاح، وينكم؟ يلا مو انتم هسه صارت دنيا هارون، صارت بيتكم. سويتوا من قلتوا سويتوا موسى الكاظم. هذا موسى الكاظم، هاي مواطنينا ما بين السجون وما بين المعتقلات. عندنا 570 مواطن عراقي محجوز في سجون تركيا لأنه دخلوا بطريقة غير شرعية. تحركت وزارة الخارجية، تحرك السيد إبراهيم الجعفري راح شاف شنو الوضع مالتهم. تحرك السفير مالتنا هناك في تركيا، شاف شنو وضعهم، ياكلون شربون جواعة عطاشة، يتغدون يتعشون. اكو واحد يفكر بهم؟ مواطن بلا ثمن، ويوم يوصل لاوروبا تطلع اوروبا سارقته من عندك. لك احنا بلا ثمن. تعرف شنو بلا ثمن يا رؤساء الكتل؟ بقيتوا الشعب العراقي بلا قيمه. هسه مرات يقولون هذا رخيص، بس احنا بقينا بلا ثمن بسبب سياساتكم، لان انتم اصلا ما محترمين انفسكم. انتم اصلا لحد الان ما محترمين حتى العراق اللي تاكلون من عند هاي الخبزه الحرام اللي قاعد تاكلوها السحت. حتى هذا البلد انتم ما محترمين، لا احترمتوا البلد ولا احترمتوا ارض العراق ولا احترمتوا، مستعدين تبيعون البلد من اجل ان تبقون على كراسيكم. ودماء هؤلاء الناس وهذه الهجره وهذه الصور اللي طلعت الان حقيقه وصمه عار في جبين قاده الكتل السياسيه كامله والمتنفذين منذ عام 2003 وحتى الان. يزعل من يزعل ويرضى من يرضى، واللي يعجبه ما يعجبه يضرب راسه بالحيط. لان صدق انتم تستحون. هاي الناس راحت تبهذلت بسببكم. صورة من الصور وصلتنا قبل البارحة. شوف الصورة من الصور، امرأة وياها ابنها بس. لما سألها هذا المراسل شافها تبكي، هي عبرت دخلت أحد الدول. ليش تبكين؟ قالت لأن في هذه الرحلة خسرت بالطريق بالبحر، خسرت زوجها وابنها الكبير. يعني عائلة من 4 نفرات وصلوا 2. دماء هاي الناس بعنق منه؟ بعنق